في قصة يمكن مش وقتها إنه أحكي فيها، بس مخنوق لازم أقولها ولازم شارك اللي بقلبي. تتذكروا يا أهلنا اللي بالمقرن المهجر، اللي هم أهلي وناسي وبتمنى يرجعوا، بكفي عذاب وبكفي تهجير وبكفي ذل. إن شاء الله يرجعوا، إن شاء الله كل واحد بيرجع على بيته وبينبسط. بس خليني أقول هالقصة. تتذكروا وقت ما قوات النمر حاصرت إزرع ومناطق المحاذية لأن بالسويدة وعفشوها؟ تتذكروا وقت ما سحبوا الغسالات والتلفزيونات وجرات الغاز والريسيفرات والفرش والذهب وكل إشي والبقر وكل إشي، صاروا يبيعوه عندنا بالسوق بالسويدة. تتذكروا وقتها ما طلع الشيخ حكمة الهجري وقال حرام، هذول مال حرام، ما طلع قالها، ولا هو بالذات طلع أصدر قرار إنه يحرم التعامل فيها. يمكن مشايخ الثانيين قالوا إنه يحرم التعامل بس على مستحى. بس عصابة المزاهرة وعصابة أبو حمرة وعصابة حميد وكذا كلهم اشتغلوا فيها وصاروا مليارديرية، صاروا يبيعوا من نص السوق. وأنا يقول يا رب لا تفرجيني فيهم يوم اللي بدهم يشتروا. وصار اللي كنت خاف منه. مثل ما سرقتوا أرزاق العالم سرقت أرزاقنا، مثل ما بكيتوا العالم وخليتوها تدعي وهم يشوفوا أرزاقهم، لأنه كانوا أغلب أهل درعا بالسويدة عم تنباع بالشوارع وأنتم تعملوش أي شيء. نفس الشيء صار فيكم. ليش؟ لأنه فات مال الحرام على البيوت. بس فات مال الحرام هيك صار فضت البيوت. يعطيكم العافية.